بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي شباب تالتة إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايمًا، معاكم مستر شريف انجلش تيتشر، والنهارده بإذن الله هناخد مع بعض الجرامر الخاص بيونت 2 بالكامل في فيديو واحد، وإن شاء الله يكون سهل ومبسط بالنسبة لكم ومغطي كل شيء. بدون تطويل يلا نصلي على رسول الله وعلى بركة الله نبدأ. طيب خليني في البداية أقول لك الجرامر الخاص بيونت 2 أول حاجة بنتكلم عليها هي الصفات. يعني إيه الصفات؟ في البداية كده تعريف الصفة هي كلمة بتوصف حاجة. يعني إيه؟ زي ما آجي أقول لك مثلًا رجل قوي، كلمة قوي هنا اللي استخدمتها دي أنا استخدمتها عشان أوصف الرجل، لمّا أقول لك بنت أو فتاة جميلة، كلمة جميلة دي أنا استخدمتها عشان أوصف فتاة. حلو جدًا، يبقى إحنا كده عرفنا إيه هي الصفة. طيب درسنا بقى النهارده عن المقارنات أو عن التفضيل comparative and superlative. يعني إيه comparative and superlative؟ comparative يعني المقارنة، وأمّا أقول مقارنة إذًا هنا في حاجتين باقارنهم ببعض، ممكن يكون الحاجتين دول شخص وشخص أو شيء وشيء، تمام؟ يبقى المقارنة لازم حاجتين باقارنهم ببعض، حلو جدًا. يبقى إحنا النهارده هنتعلم إزاي نقارن حاجتين ببعض ونشوف القاعدة بتقول إيه. أول حاجة خلّيني أقول لك إن إحنا عندنا نوعين من الصفات short adjective وlong adjective. الshort adjective اللي هي الصفات القصيرة، والlong adjective اللي هي الصفات الطويلة. إيه ده وإيه ده يا مستر؟ الصفة القصيرة هي الصفة اللي مقطع واحد one syllable. يعني إيه؟ يعني زي ما أقول لك مثلًا long tall short كل دي صفات قصيرة، مقطع واحد فقط. طب الصفات الطويلة زي كلمة beautiful زي difficult زي expensive كل دي صفات طويلة أكتر من مقطع more than one syllable. تمام، متفقين لحد كده؟ طيب أول حاجة دي ليها قاعدة ودي ليها قاعدة علشان نكوّن صيغة المقارنة. طيب خلّينا نشوف أول حاجة الshort adjective. هنبدأ دلوقتي في الصفات القصيرة، إزاي نعمل أو نستخدم الصفات القصيرة. طيب أول حاجة القاعدة بتقول إن إحنا بنحط الصفة بنضيف لها ER وبعد كده than، الصفة بعد كده ER بعد كده than. زي إيه؟ خلّينا ناخد مثال كده عشان نشوف. لمّا أقول لك أحمد is taller than علي، أحمد is taller than علي، أحمد أطول من علي. وخلّي بالك من is إحنا حطينا is، في ناس ممكن تنساها ما تحطهاش is. تمام، أحمد is taller than علي. كل اللي عملناه هنا بعد الصفة اللي هي tall حطينا ER فبقت taller، وبعد كده حطينا than وبعد كده كمّلنا الجملة عادي، بقت أحمد is taller than علي. طيب كويس جدًا لحد كده. ناخد برضه مثال تاني لمّا أقول لك مثلًا ندى is shorter than إسراء، ندى is shorter than إسراء، ندى أقصر من إسراء. حطيت هنا كلمة أو صفة short وبعديها الER وبعد كده than. يبقى إذًا زي ما قُلنا القاعدة بنحط الصفة وبعد كده ER وبعد كده than. خدوا بالكم إحنا بنتكلم دلوقتي في الصفات القصيرة الshort adjectives. أوكي؟ طيب عشان ما حدش بس يتلخبط منّي. طيب في كام ملحوظة بسيطة كده عايز أقولها لكم بخصوص الshort adjectives. أول حاجة عند إضافة الER لو الصفة عندك منتهية بE هنضيف R فقط. يعني لو الصفة بتنتهي بE عندك هنضيف R فقط، مش هتضيف ER تاني يبقى double E، لأ، يبقى هنضيف ER فقط. فهتبقى إيه؟ زي كلمة close أو صفة close اللي هي إيه؟ قريب، هتبقى closer أقرب، ضِفت R فقط زي ما أنت شايف قدامك كده على الشاشة. طيب حاجة كمان لو الصفة بتنتهي بconsonant letter بحرف ساكن وقبليه vowel وقبليه صوت متحرك، أمّا آجي أضيف الER باعمل إيه؟ باضاعف الحرف الساكن. إزاي؟ يعني أنا دلوقتي باقول لك إيه صفة big يعني كبير BIG بتنتهي بconsonant اللي هو الG، وقبل الconsonant أو قبل الG في I، الI ده vowel والّا consonant؟ vowel طبعًا. فهنا القاعدة بتقول لك نضاعف الG نحط G تانية وبعد كده ER فهتبقى bigger زي ما أنت شايف كده بالضبط. أوكي؟ طيب ملحوظة كمان برضه معانا. طيب عندنا لو الصفة بتنتهي بY وقبل الY consonant، قُلنا consonant يعني إيه؟ يعني ساكن. بنعمل إيه؟ بنشيل الY ونحط IER. طيب زي إيه يا شباب؟ زي مثلًا easy معناها سهل، عايز أقول أسهل هتبقى easier. إزاي؟ هاشيل الY وأحط IER. ليه؟ عشان بتنتهي بY وقبل الY consonant أو حرف ساكن. طيب كده تمام يا شباب، لحد كده ما فيش أي مشكلة، أعتقد الدنيا سهلة وبسيطة جدًا. كل ده إحنا بنتكلم على التفضيل أو الcomparative في الshort adjectives أو الصفات القصيرة. طيب خلّينا ندخل دلوقتي على الصفات الطويلة الlong adjectives. زي ما قُلنا من شوية زي expensive difficult زي مثلًا beautiful. طيب حلو، بنعمل معاها إيه؟ القاعدة هنا بنقول إن إحنا بنستخدم more أو less قبل الصفة وبعد كده الصفة وبعد كده than. more أو less وبعد كده صفة وبعد كده than. طيب أنا إمتى باستخدم more وإمتى باستخدم less؟ more لتقوية الصفة وless عشان أقلل من الصفة أو أضعف الصفة. طيب خلّينا نشوف مثال مثلًا. لمّا آجي أقول لك the red car السيارة الحمرا is more expensive than the yellow one.
يعني القاعدة هنا بنقول هنحط more أو less، وقلنا more لتقوية الصفة ولess عشان أقول أو أقلل من الصفة شوية، وبعد كده الصفة بعد كده than. طيب لو عايز أقول less هقول أقل في السعر أو أرخص، هقول إيه؟ less expensive than، أقل غلاء أو أرخص شوية من إيه؟ من السيارة الزرقاء. تمام؟ طب يا شباب دلوقتي ندخل على السوبرلاتيف او صفات التفضيل. يعني ايه صفات التفضيل؟ احنا قلنا صفات المقارنه بنقارن حاجه بحاجه او شخص بشخص. طب صفات التفضيل بتقارن واحد بمجموعه، يعني مثلا طالب بالفصل كله. طيب هنا قاعده بتقول ايه؟ زي ما احنا اتفقنا احنا عندنا short adjectives صفات قصيره، واللونج adjectives اللي هي صفات طويله. طيب لو short adjectives هنعمل ايه؟ كل اللي عليك هتعمله هتحط ذا والصفه واي اس تي. ذا والصفه واي اس تي زي ايه مثلا؟ زي صفة short أقصر هتبقى the shortest، حطيت the والصفة و est. طيب tall the tallest الأطول. تمام جدا. زي ما أقول لك مثال مثلا أحمد is the tallest student in the class. أحمد is the tallest student in the class. أحمد أطول طالب في الفصل. عملت the والصفة و est. برضو خليني أقول لك على بعض الملحوظات نفس اللي استخدمناهم في الصفات القصيرة في الcomparative هنستخدمهم هنا في السوبرلاتيف. إيه هي؟ لو الصفة بتنتهي بإي هحط est وأشيل الإي. تمام. زي برضه close هتبقى closest، شلت اي وحطيت اي اس تي على طول. تمام. برضه لو الصفه بتنتهي بواي وقبل الواي consonant هنعمل ايه؟ هنشيل الواي ونحط اي اي اس تي. هنحط اي اي اس تي زي ايه؟ زي easy بتنتهي ايه برضه بواي وقبل الواي اس. هنعمل ايه؟ هنشيل الواي ونحط اي اي اس تي. تمام يا شباب. طيب اخر حاجه برضه لو الصفه بتنتهي بحرف consonant وقبل consonant vowel بنعمل ايه؟ بنضاعف الكونسوننت. هتبقى ايه؟ زي big زي ما خدنا من شويه، مع bigger هتبقى big biggest بي اي جي جي اي اس تي. تمام. نفس الملحوظات اللي خدناها مع الكومباراتيف هي مع السوبرلاتيف. تمام يا شباب لحد كده؟ ده كله برضو في الشورت ادجكتيف. طيب في اللونج ادجكتيف برضو كل اللي عليك هتعمله حاجتين صغيرين جدا، هي هتحط the most او the least وبعد كده الصفه. the most او the least وبعد كده الصفه. زي ايه مثلا؟ زي ما اجي اقول لك the most beautiful girl in the class، اجمل واحده في الفصل. ده ايه؟ the most expensive car، اغلى سياره. طب عايز اقول اقل the least expensive car، عملت ايه؟ حطيت بدل most least. يبقى هنا اتفقنا يا شباب بنعمل ايه؟ most او least. most لو هقوي الصفه، least لو عايز اضعف الصفه او اقول اقل شويه. تمام متفقين لحد كده؟ يبقى كده يا شباب عرفنا بنعمل ايه مع الصفات القصيره والطويله سواء comparative او superlative، سواء مقارنه او تفضيل. ولكن خليني اقول لك زي ما انتم عارفين في بعض الصفات irregulars. يعني ايه irregulars؟ يعني صفات شاذه بتتحفظ زي ما هي، مش بتطبق عليها القاعده دي. زي ايه؟ طيب خليني اقول لك كام صفه كده من الصفات irregulars او اللي لا يطبق عليهم القاعده دي. ايه هم؟ حاجه زي bad مثلا. bad معناها سيء. طيب لو عايز اقول اسوأ منها تبقى ايه؟ ما تجيش تضيف اي ار هنا، لا طبعا هنا قلت لك ده irregulars يعني غير نظامي او شاذه، فهنا هتبقى ايه؟ تتحفظ زي ما هي. bad هتبقى worse، تبقى worse. طيب لو عايز اقول الأسوأ هتبقى the worst، the worst. وطبعا ما ننساش than، يعني هتبقى worse than. طيب كويس جدا. طيب صفة زي good جيد هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ ما تحطليش اي ار، هتبقى better than، better than افضل من. طيب الافضل the best، الافضل the best. طيب كويس جدا. طيب صفة زي far اللي هو بعيد هتبقى مثلا farther than أو further than، الاتنين صح، farther أو further وما تنساش than. ده هنا في المقارنة. طيب التفضيل هتبقى the farthest أو the furthest. تمام، دي اللي هي الأبعد. طبعا يا شباب أنا كاتب لك الصفات دي هنا فعايزك تحفظهم كويس جدا، والصفات دي زي ما قلت لك ما بيطبقش عليهم القاعدة دي، دول بيتحفظوا زي ما هم. طيب كده يبقى احنا خلصنا الجزء الخاص بالمقارنة والتفضيل، وسهل جدا وخدناه قبل كده كتير في السنين اللي فاتت وما فيهوش أي حاجة.